مباراة للنسيان. انا طالع الفيديو ده عايز اتكلم من قلبي. ماتش اهدار فرص لعيبه، مش عارف في ايه، بتضيع، مش عايزه 3 بونت، مش عايزه تتصدر، مش عايزه تفرح جمهورها. انا زعلان. الاول همسي على الجمهور، جمهورنا جمهور على القهوه، ومعلش الرياكشن بس عشان الواحد بعد الماتش احنا متضايقين من اللعيبه وزعلانين. وانا الماتش من البدايه انا كنت بقول لابراهيم ان حسام حسن مش عميد، ده عنيد، عنيد كوره، مش سهل تاخد منه 3 بونت. انا اللعيبه مش قادره تفهم ده ازاي. الماتش المصري في الموسم اللي فات فرق جدا مع الاهلي، وكان بسبب الماتش ده توالت الهزائم على الاهلي. طب احنا دلوقتي في فرق نقط، ولسه الزمالك بيتعادل وبيراميدز بيتعادل، فيوتشر بتتعادل. فرصتك ان انت تعلي وتفرق وتبقى راكب الدوري كويس، وتبقى الماتش اللي بعديه واقف على رجلك وانت بتقابل الزمالك، كان هيفرق في معنويات اللعيبه. اللعيبه انا بقول كاهلاوي زي الزفت، ما عنديش حد امدح فيه النهارده، كله زي الزفت. بالاخص اللي لعب شويه محمد هاني، علي معلول بعد تغيير سافيو خد فرصته شويه وبان في الماتش. الشناوي فرق معانا في الماتش، بس ماتش مش حلو. لا، كمية فرص يا محمود غير طبيعية، يعني غير طبيعية. يعني الشوط الأولاني في فرصتين ضايعين، منهم فرصة لجريندو في الدقيقة 20 انفراد لولا الشناوي بصراحة. الشوط الثاني كله بتاع الأهلي، يعني الشوط الثاني كله بتاع الأهلي. أنت يعتبر بتلعب في نص ملعب المصري. يعني احنا بصراحة بنلعب ناقصين واحد. محمد شريف كفاية، حسين الشحات كفاية، سافيو لا سافيو يعني انا مش عارف، يعني سافيو مش اللعيب الاجنبي اللي تجيبه يفرق معاك. عبد القادر النهارده الغلطه الوحيده للمدرب ان هو نزله متاخر. لا بس ده ع- تعليقنا على المدرب. ماشي يا محمود هو ماشي. بقى له فتره كده مش ايوه، عارف ما يلعب التغييرات اساسي، متاخره يلعب ليه. اساسي. يعني عبد القادر النهارده هو يعني هو اللي حرك اللعيبه الشوط الثاني. من بدري بقى. انت فاهم؟ حسين الشحات فايق انا عن يعني سافيو. حسين الشحات النهارده انا مش فاهم، يعني مش قادر يجري. انا مش عارف في ايه. يا باشا، شادي، يعني شادي الكرة بتتلخفن تحت رجله يا محمود. وقفشه شادي، انفراد يا هيما، يعني شادي انت الكرة بتاعت انفراد. ميسي دي انت لسه يعني لسه ما تخلص يا عم حط. فاهم؟ لسه بيسند ولسه. دي مش اللعيبه اللي بصراحه يعني الاهلي يعتمد عليها. احنا عايزين مهاجم هجام يقدر يجيب جون. لا لا، وصانع لعب، انا فاهم؟ قفشه صانع كده اللعب ده خلاص. اساسي، يعني ده اساسي. احنا مش قفشه هنلعب مش على قفشه اللي هو ماتش وخمس ماتشات لا والكلام ده. بصراحه النهارده الماتش مش 3 بونت بس، انت هتفرق عن الزمالك الماتش الجاي ب7 بونت. هتلعب ماتش سموحه اللي هو بتاع الكاس وتقابل الزمالك. الزمالك كده كده واقع. فاهم؟ يعني امبارح كل الماتشات في صفك انت. فين بقى اللعيبه؟ انت فين روح فاهم؟ اللعيبه؟ كوره يعني فين انت بس احساسك انت عايز جون. بجمهورك؟ انت النهارده معاك من على الجمهور. يلا انفراد يا عم قفشه مش عارف تجيبه. طب انت عايز مين تاني؟ طب الراجل هيعمل لك ايه تاني؟ انت وصلت للجول. حسين الشحات بتلعبها له في لا رجليه بصراحه وبتاخرك. اللعيبه وحسين لا الشحات اللعيبه مشطب كوره، انت مش قادر تجري، ما مش عامل فرق. لا، محمد كفايه هاني اللي كفايه بين شويه كفايه يا شكل. محمود. حسين الشحات لا بصراحه كفايه كفايه يعني بصراحه. ولا شادي هو المهاجم اللي تعتمد عليه، ولا سافيو اللعيب الاجنبي اللي تجيبه ويصنع الفارق. فاهم؟ احنا قلنا من الاول الاهلي محتاج مهاجم كويس ومحتاج طرف. انما بصراحه النهارده انت يعني احنا مش شايفين ان الاهلي يعني بصراحه يعني الحكم كان بوظ الماتش. واخد بالك؟ والفرصه بتاعت ديانج اللي ضاعت فيها الدقيقتين، احنا مش هنقول الحكم، يعني انت كان ممكن تخلص بصراحه، انت كان ممكن لا بس تخلص. برضو اللعيبه كميه مش الفرص فاهم. دي. انت متولي رايح للحكم ليه؟ صحيح ماشي، الحكم زي الزفت، لا بس خلاص هو الماتش مستفز يا محمود، هو مستفز. الماتش خلص. الحكم مستفز، بص يعني هو بعد حمدي كده بقى فتحي هو خلاص. اللي رايح له. حمدي فتحي هو اللي رايح له، الحكم مستفز. ماشي متولي، انت عارف ان عندك انذارات قبل كده وبتاع ومش تلعب، بس الحكم مستفز. حلو، بس احنا معانا 90 دقيقه، 90 دقيقه ما خلصناش. الشوط الثاني انت كان ليك شكل كويس، بس اللعيبه مش عايزه تخلص. انت مش عايز، انت متهيألي كده اللي هو ايه، عايز تفضل طول الوقت عندنا شدة اعصاب وبيتحرق دمنا من المطوشه. قلنا مليون مره الاهلي يلعب كوره، والاهلي اي فريق يتغلب. احنا كنا بنتفرج على الاهلي ضامنين الثلاثه بونت، وبنتفرج نستمتع بالكوره. انت مفيش دلوقتي، اللعيبه مش موجوده. كمدرب التعليق الوحيد ما بيغيرش بدري. انت بقى كلعيب بتعمل ايه؟
الراجل وصلك للكوره للجون، ايه تاني؟ لا هو المدرب ما عليهوش حاجه، المدرب ما عليهوش حاجه يا محمود. المدرب مش هينزل يلعب ولا هينزل يحط الجون. المدرب فعلا معاه لا حق. احنا كده عايزين، احنا كنا بنهاجم عايزين كروش في 11 الاول، لعيب يعني بقى. فاكر كروش؟ احنا كنا بنهاجم كروش ويقول لك ازاي ما ياخدش محمد شريف وازاي ما ده الراجل طلع معاه حق. يعني احنا كنا ظالمينه فعلا. ولا قفشه يعني انت فاهم، ما هو يعني هو فاهم، كان ولا بيتكلم قفشه. على كيروش وقفشه وبتاع، على محمد شريف وقفشه. فاهم؟ لا الراجل معاه حق. انت فعلا ده مش المهاجم اللي تعتمد عليه، ولا ده صانع اللعب اللي تعتمد عليه فعلا. وشادي يعني قفشه، انت مش تلعب قفشه ماتش وتريح لي ماتشين ثلاثه. فاحنا بصراحه مش مبسوطين. الحكم كان زي الزفت النهارده، يعني ده الحكم ماتش للنسيان. بوظ الماتش. بس انتوا لعيبه، انتوا المفروض النهارده يعني لعيبه الاهلي فرصه عمرها ان هي تركب الدوري بفارق 7 بونت. هتلاعب سموحه ماتش الكاس، وبعد كده هتلاعب الزمالك، وبعد كده هتروح كاس العالم للانديه، فانت هتبقى مرتاح. يعني الماتشات اللي قبل كده الاهلي كان بيلعب كويس. احنا قلنا النهارده الاهلي بقى هينزل فايق، واللعيبه هتنزل فايقه، والماتشات بتاعت امبارح كمان فرقت معاك. التعادلات اللي حصلت امبارح فرقت معاك، فانت او خدمتك، فانت جاي قدام المصري. مش فاهم يعني. المصري فرقه رخمه، وحسام حسن بيعاند. لا الراجل بيعاند في حرام. الكوره. مش بيعاند، طب هو مش راجل قصة حماسي، إن هو هو مش راجل ما بينزلش هيكسبك. يلعب على التعادل. الله ينور عليك، هو مش حماسي. هو ما بينزلش اللي هو انت ضامن تلعب على التعادل، لا وبيقفل، لا هو راجل بيهاجم بيلعبك بيهاجم وخد بالك وما هو بيخافش. حماس حسام حسن ده، هو راجل متربي في النادي الاهلي، طول عمر لعيبه الاهلي عندها الحماس ده والحميه دي والتيشيرت وروح التيشيرت. احنا ده مش شايفينه في المطوشه. يا جدعان في ايه؟ طب هنجيب 11 لعيب تانيين؟ يعني عارف، اللي موجودين. انا مش عارف بصراحه. لا يعني احنا بنقول ندعم. احنا محتاجين احنا كده لعيبه عايزين. عندها شخصيه الاهلي، لعيبه بتعرف تاخد قرار. يعني انت عندك مين يعني ديانج. نفس اللعيبه كلها تبقى زي ديانج لعيب عنده قرار، بيخش يعدي من الاول والتاني والتالت ويقدر ويخش ويصوب. احنا محتاجين اللعيبه دي، مش محتاجين شادي حسين. انا مش فاهم يا شادي، انا مش فاهم الكوره بتاعت ميسي دي. يعني انا مش عارف انت بتعمل ايه، الكوره بتتبرجل تحت رجلك، لسه هتعدل ولسه هتشوط، خلص شوط. احنا محتاجين اللعيبه دي، محتاجين ايفونا، محتاجين كولوبالي، لعيبه زي هي دي هو ده المهاجم، لعيب يقدر. مش انا يعني بصراحه انا مع راي عماد متعب. محمد شريف لاعب طرف، يعني محمد شريف احنا كنا الاول بنسنده مش عشان لعيب بنقول بوكس. بيلعب برجليه كويس، كان بيخطف الكوره، كان راجل على طول شايف المرمى كويس. انت النهارده مفيش. لا 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 لا. وانت يا شادي حسين مفيش. طب هتاخد الفرصه امتى؟ ما هو ماتش زي ده اللي يفرق معاك ويخليك اساسي. هتلعب امتى؟ هتفرح الجمهور اللي وراك امتى؟ هتقول ان انا موجود في الملعب امتى؟ احنا مش هنفضل ماتش نقول كويسين ويعني كفايه كده على نمشي اللعيبه ده يا محمود، كفايه بصراحه على اللعيبه دي، ده كفايه على ماتش حسين للنسيان. الشحات، ما كفايه على حسين عندناش مدح الشحات، تاني. وكفايه على محمد شريف، وكفايه على قفشه. احنا حبينا بس نعلق على ماتش النهارده. احنا متضايقين بصراحه لان الماتش كان يعني سهل ان انت الشوط الثاني تقدر تجيب جون والتاني. يعني الشناوي النهارده فرق معاك، وصد انفرادين، حول لك الماتش. هو كويس انه فرق معاك. يعني فاهم، انت لو يعني كان جه فيه جون انت مش انت لما مش عارف تجيب جون في المصري، بس لو يعني جه فيه جون بقى لولا العارضه انت مش هتعرف مش هتاخد نقطه. ماتش للنسيان. شكرا.